سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شهيوات ماما فضيلة مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم هذه الوصفة ديال هذا الكيك الاقتصادي جدا البنات. خدمته فقط ببيضة واحدة، بالإضافة أن ما فيش الياغورت، ما فيش الحليب، غنخدموه بالبرتقال يعني الليمون، وكذلك الكريمه اللي غنخدموها بالليمون اقتصاديه جدا وكتجي لذيذه وكيجي القوام ديالها رائع. كنتمنى باش تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على المقادير والطريقه. بسم الله، غنبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير كيف ما قلت لكم، احتاجيت بيضه وحده، زدت عليها واحد الساشي ديال الفاني، نزيد عليها هنا كاس لاروب ديال السكر سنيده. الناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه يمكن لكم تنقصوا من السكر، ماشي مشكل. صافي البنات، وهنا انا خدمت بالطراب الكهربائي، يمكن لكم تخدموا فقط بالطراب اليدوي. غنبقاو نطربوا حتى كتذوب ديك السكر سنيده وكتنسجم مع البيض، ومن بعد غنضيفوا هنا نص كاس ديال الزيت، دائما القياس بكاس ديال العنبه. غنبقاو نضيفوا الزيت ديالنا وحنا كنطربوا حتى كنضيفوا داك الزيت كامل، يعني ما كنضيفوش دفعه واحده. وكيف ما كنعاود نقولها لكم البنات، يمكن لكم تخدموا فقط بالطراب اليدوي. من بعد ما كينسجموا المكونات ديالنا كاملين، غنضيفوا هنا واحد المعلقه ديال عصير، معلقه ديال الخل عفوا، وغنضيفوا كذلك واحد الكاس عامر، كاس عفوا ما عامرش ديال عصير البرتقال. صافي غنطربوا هنا غير واحد التطريبه خفيفه ماشي بزاف، وغنضيفوا من بعد 2 كيسان ديال الدقيق دائما بقياس كاس العنبه، وكذلك غنضيف واحد 2 ساشيات ديال خميره الحلوى من فئه 8 غرام. صافي البنات، من بعد ما غنضيفوا المكونات ديالنا كاملين، ضروري البنات ما كنغربلوا الطحين باش هكا كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون مزيان وكيكون خفيف الكيك ديالنا، ما كيجيش مطقس. صافي غنخلطوا المكونات ديالنا حتى كينسجموا كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. كيكون الخليط ديالنا راه ما كيكونش خفيف بزاف وما كيكونش ثقيل، كيكون على القوام ديالو على هذا الشكل. من بعد خديت هنا المول العجيب كيف ما كتشوفوا، دهنته بشويه ديال الزبده وقبرته بشويه ديال الدقيق. صافي وغندير فيه الخليط ديالي وغندخلو الفران يطيب على نار مهيله، عادي كيف اللي كنطيبوا الكيك ديالنا، حتى يطيب من الاسفل. من بعد كنشعلوا عليه باش كيتحمر من الوجه ديالو. من بعد هنا البنات غنقادو في المول وغادي نضربوا واحد الضربه هكا فوق السطح العمل باش كيخرج منه داك الهواء وما كيخرجوش ليا دوك الفقاعات. صافي وكندخلوا للفرن. كيف ما كتشوفوا هذا هو الكيك ديالنا، كيجي على هذا الشكل، كيجي مهوي وكيجي مفشفش، ما كيجيش مطقس، ما كيجيش ثقيل. صافي البنات غادي نسقيه. انا سقيته هنا فقط هنا الماء، ودرت معاه سكر سنيده، ودرت معاه واحد شويه ديال العصير ديال البرتقال الحامض، ودرته فوق البوطه حتى غلا. ومن بعد سقيت به الكيك ديالي. وغندوزو باش نوجدو الكريمه. هنا احتاجيت 2 كيسان ديال عصير البرتقال اللي صفيتهم، 2 معالق ديال بودره لا كريم باتيسيري، يمكن لكم تعوضوها بالنشا، وكذلك هنا درت واحد 3 المعالق صغار ديال السكر سنيده. غنحرك هادشي كامل حتى كينسجموا ليا هنا وما كيبقاوش ليا دوك التكتلات. من بعد غنديرو فوق البوطه وغنبقى نحركو على نار مهيله حتى كنحصل على كريمه، ومن بعد كنطفي البوطه. كيف ما كتشوفوا هذه هي الكريمه اللي بغيت نحصل عليها. انا هنا ضفت ليه واحد 4 القطع ديال الشوكولاته البيضاء. الا ما توفرتش عندكم يمكن لكم تضيفوا ليه فقط واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، مع ان هذا الشكلاط كيعطي واحد القوام زوين ومذاق زوين. الزبده ما كيجيش ثقيل كيف اللي كنديروا الزبده، يعني كيجي ميدم شويه. صافي البنات، من بعد ما كذوب داك الشكلاط في ديك الحراره ديال الكريمه ديالنا، غنخويوه هنا في الكيك ديالنا وغنقادو الوجه ديالو وغندوزو باش نزيدو. بالنسبه للتزيين كيف ما كنقول لكم دائما، كيبقى التزيين اختياري حسب الذوق ديالكم، حسب المتوفر عندكم. بما انه كيك اقتصادي جدا، نزينوه بداكشي اللي عندنا. انا هنا كيف ما شفتوا زينته بشويه ديال اللوز ايفيلي اللي كان متوفر عندي، ما شفتوا راه تحرق ليا وحاولت ندير غير دوك اللي ما تحرقوش وبقى الشكل ديالهم واللون ديالهم مزيان. صافي من بعد انا توفر عندي هذا الورق ديال الذهب، كان عندي في الدار حتى هو زينت به. وكيف ما كتشوفوا كيجي هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا. صراحه الكيك جا رائع جدا، واهم حاجه انه اقتصادي، ما فيهش كثره ديال المكونات، فيه بيضه واحده
والكريمه ديالو هي اللي زعما كتجي كيف ما عرفت كيفاش غنوصفها لكم. راه كتجي واحد الكريمه اللي هي سلسه، ما كتجيش ديك الكريمه اللي ثقيله، وكتجي لذيذه بزاف. داك الشكلاط كيعطيها واحد المذاق اللي هو رائع. كنتمنى البنات باش تجربوه، وكنتمنى باش تجربوا هاد الكريمه. كذلك الكيك ديالنا راه كيجي معلق كيف ما كتشوفوا من الداخل، ما كيجيش مدقص. كنتمنى البنات الا عجبكم الفيديو ديال اليوم، وكذلك الا كان كيعجبكم المحتوى ديال القناه، باش تدعموني بلايك وبارطاج وبتعليق ولو بنقطه، فهي كتفرحني. كذلك كنشكر بزاف الناس اللي كيخليو لي التعاليق الايجابيه اللي كتخليني دائما نقدم ما هو افضل عندي. شكرا لكم بزاف البنات على الدعم والبارطاج، وكنتمنى باش نكون خفيفه على قلبكم، ويكون الوصفات اللي كنقدم كيعجبوكم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.